لو واحده ست مثلا جوزها توفى او والدها، ازاي تاخد حقها في الميراث؟ طيب، هو الموضوع يعني له كذا شق. طبعا بعد ما وفاه المورث اول حاجه بنعملها اعلام وراثه. ده بيكون ثابت فيه الورثه عباره عن مين اللي موجودين او مين اللي يستحقوا الميراث. ولكن في ناس بتفتكر ان اعلام الوراثه ده بيقسم التركه، لكن لا، عكسا خالص. اعلام الوراثه ده بيتعمل بيثبت مين هم الورثه الشرعيين للشخص اللي مات. ففي ناس كتير جدا بتتفاجئ بعد الوفاه ان هي مش عارفه توصل للتركه. قد يكون مثلا شخص متزوج وزوجته ما تعرفش مالياته ايه او امواله ايه او تركاته عباره عن ايه. فاول حاجه بنعملها اعلام الوراثه، ده عشان نثبت ان احنا لنا حق في التركه ديت. تاني حاجه بنعملها لو في سيوله موجوده في البنوك ومش عارفين نوصل لها، ده بيكون عن طريق طلب بيتقدم للبنك المركزي المصري بالاستعلام عن اي ارصده موجوده باسم المورث على مدار البنوك المصريه كلها كامله. وده الاستعلام ده بيتعمل في ظرف حوالي نص ساعه او ساعه وانت واقف دافع الرسم بتاعه، بيطلع اذا كان له حسابات في اي بنوك موجوده. نبدا نتوجه للبنوك دي مع اعلام الوراثه وكل وريث يقدر يستلم حقه. طيب، اذا فرضنا ان المورث اللي مات ده عنده برضه تركه، ممكن تكون عقارات، ممكن تكون شقق، ممكن تكون اراضي زراعيه، فبنتوجه للشهر العقاري. الشهر العقاري بنعمل حاجه اسمها طلب بحث، نشوف هل الشخص ده مسجل باسمه اي حاجه موجوده تركه او املاك ولا لا. الطلب ده بيخرج يعني ممكن يستغرق حوالي من 3 ل 4 ايام. لو في حاجه مسجله موجوده باسم الشخص ده بتظهر فعلا وبناخد شهاده موجوده بيها. كده احنا وصلنا للتركه، بنبدا ان احنا نطالب بقى بحقنا فيها.